المجاعة إلها تاريخ. كل القارات بالعالم عانت من مجاعات في فترات من فترات الحياة، والمجاعة خلت ملايين الناس تموت من الجوع. والمجاعة اللي أثرت على العالم أسبابها كثيرة. البعض يقول أن المجاعات هي بسبب غياب العدالة الاجتماعية والعدالة التجارية والاقتصادية. وعبر التاريخ نشوف أنه البشرية يزيد معها الكوارث، يزيد معها الاحتياجات، يزيد أيضا الاحتياج إلى الطعام اللي على حساب الأراضي الزراعية، لأنه التوزيع السكاني والانفجار السكاني يأخذ مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. والتجارة اللي أخذت طابع عالمي في تجارة المواد الغذائية في كل العالم خلت المجاعة في كل مكان. وسؤالنا: هل المجاعة من صنع الله أم الإنسان؟ في الكتاب المقدس يقول: سأرسل جوعا في الأيام الأخيرة. لكن الجوع مو للطعام ولا للشراب مثل ما احنا نعرف. خليني أقرأ لكم من الكتاب المقدس. يقول: هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب: أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. الجوع للكلمة الروحية، الجوع إلى كلمة الله الحية، الجوع إلى الله وعمل الله في حياة الإنسان. الله أرسل جوع للإنسان حتى الإنسان يجي إلى محضره من جديد. لكن للأسف الإنسان دا يبتعد عن الله بكل الطرق، بكل ما أوتي من معرفة، بما أوتي من جهود. لكن الإنسان استقل عن الله، لذلك دا يسوي كل الأشياء حتى يشبع الجوع اللي بداخله. صار طماع إلى التجارة، طماع إلى السيطرة، طماع إلى أنه يكون هو الأول في كل شيء. ولكن للأسف ما دا يصير جوعه، هو دا يسبب مجاعات ومجاعات حقيقية. يسوع المسيح يقول: لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لا تقلقوا. ختام الأمر، يسوع المسيح دا يوضح لنا القلق اللي يخليك تتصرف تصرف شخصي من عندك وتريد تسوي كل شيء حتى تسد جوعك وعطشك ولبسك واحتياجاتك، مع أنه هو عارف هاي الأمور وعارف أنه قادر يعطي لك إياها. لكن إذا أنت عندك ثقة فيه وتطلب من عنده، أنت جوعان للكلمة وأنت جوعان إلى كلمة الله في حياتك. لا تهتم بالأمور الثانية، لأن الله يهتم فيها. أنا واثق في أنه إلهي هو يهتم فيها. إذا كان قادرا يعتني بطيور السماء، فكم بالحري الإنسان. أشوفكم على خير.